ذكرية، بس فيك تروح تتعالج شيء عند الدكتور، هذا الشيء طيب، هذا الشيء مش مرض لحتى يكون في له علاج، هذه حالات طبيعية. حتى بس تروح لعند دكتور نفسي بيقول لك المجتمع هو المريض النفسي مش أنت. مهم. بيطار ليش ساكت؟ طالع لك اسئله. هل تترك السوشيال ميديا إذا البوي فريند طلب منك هيك؟ طب أنا طلقت زوجي اللي كنت متزوج أنا وياه رجل أعمال كان معه مصاري كثير، بس عشان السوشيال ميديا فلا، أكيد لا. ما فهمت. ما فهم. كلياتنا ما فهمت. بيطار، أنت بتعرف إنه أنا تزوجت صح؟ لا اتجوزت. أنا تزوجت وطلقت. كذاب. والله. ايه مات. رجل أعمال إماراتي مشهور. ايه مات اتجوزته. بتعرف بعدين بحكي لك، بس القصة حقيقية، فيك تفوت على اليوتيوب وتعرف ولها، ولك نشر فرطي يا زلمة. بعد ما خلصت بعد ما طلقت أنا وهي نشر فرطي. ايوه. طيب انا أجل. عندي كلام مهم راح اقول لك يا جد. إيش؟ اترك معي جد، ركز معي. بقدرش، بشوف بحب جمالي. حي. يعني هاي. بتعرف طالع معك بدون فلتر. كبير. كبير هي قصدي كبير. بتحب اصح لك انت ولا انت؟ أنت وهو وهي كلكم مصلحة. انت فهمان موضوع الهرمونات غلط. أوكي. ايه بتحب اقول لك انت ولا لا لا، انت؟ حاليا أنت بس بس اتحول ويصير صوتي صوت بنت، يصير عندي طيب بيروك ويصير عندي هيك، بسكر ركز. صوتي بنت. قد ايه عمرك هلا؟ 18. 18. ايه يعني انت هلا قدمت لانك تسافر وتبلش بهالشيء؟ لا ما قدمتش اني بلش، انا مش رح بلش، انا بعد ما بلشتش مش رح بلش. بعد بيطار سنتين. انا مش رح بلش، مش رح اتحول. خيار طيزي، بدك تحول ولا بدك تحول؟ بديش اتحول. بدك ايش بدك تساوي؟ والله العظيم والله العظيم، العالم هي اللي لازم تتحول، مش انا اللي لازم اتحول. انا اللي مش رح اتحول. هلا عن جد عن جد عم بحكي معك انا. مش رح اتحول. والله ما العظيم مش رح اتحول. ولا هيك. رح اقول لك نصيحه انا. جد اعتبره من اخ. طيب بس ما تخليش ارجع شاب. لا لا بليز. لا لا, لا. خليك بدك يعني ان شاء الله تصير دردون. لحظة عم لحظة. استنى شوي استنى شوي. اوكي. انا بحكي. معك شو. المهم انا عمري ايش؟ إيه؟ قد إيه عمرك؟ عمري 29 سنه. بصدقش انه بعد شوي 30 واحد طلع، مش مبين عليك، مبين اصغر. اصغر. شاب ما بدك. المهم شو اللي اخرني وياك شوي؟ ما بحكي مع خير يعني، عيب ما في منطق. هذا بدك تحكي. بس ايه قصد مركز معك، ما بتعرف لازم البنت كل شوي تعتني بجمالها. امم جد يعني كلام عالي جدا جدا. ايش؟ أنت- هلا انت عمرك 18. اه. ماشي. انت عمرك عاد يعني الشغلات اللي كنت تعملها نفس الشغلات اللي كنت تعملها لما كان عمرك 15؟ كنت أحب أعملها بس ما كانش في عندي الفرصة أعملها. انت كنت تعملها. لا. يعني اذا واحد مثلا افهمك لانه ما افهم انت بعرف شو عم بخك. لما كان عمرك 13 سنه 14، اذا واحد قال لك تعال اشتري لي اكلات بتروح معه. صغير ولد. مثلا اكلات عادي. طيب. هلا كبرت يعني هلا ممكن هلا عمرك 18 سنه يجي واحد يقول لك امشي اشتري لك اكلات بتروح معه. لا. يعني عليك. مثلا انت لما تكبر كمان سنتين راح تتغير عاداتك وشغلاتك اللي كنت تفكر فيها لما كان عمرك 18. إيه وانت بس لما مش تتغير عاداتي نفسيتي خرا مو جوا عم بك يوميا. خرخ يعني منيح ما طلعت كلمه منيح. جد. خلصت الف طيب مره. كمل. لما احكي خليني اخلص بعدين بحكي. انا طيب راح خلص. على شغله انا صايره معي كان انا ايام كنت انزل فيديوهات مشكله من اول، مع انه رغم هيك الحمد لله الحمد لله عندي انتقادات، بس مو هالانتقادات يعني الحمد لله انه عندي ناس بتحبني كثير كثير. بس انا بيني وبين حالي بغض النظر عن الناس راجعت نفسي لما كبرت اكثر، ولما صرت عم اكبر اكثر حسيت حالي انه انا كنت اعمل اشياء فاضيه كثير كثير كثير. كنت بلا هدف يعني انسان كان عندي انه طموح، كنت اشتغل وشاطر كثير كثير شاطر بحياتي المهنيه وكل شيء، وعلاقتي مع اهلي ومع اصحابي وكل شيء. فانا سنه عن سنه تغير كثير اشياء فيني. يعني هلا انا قال لي ارجع يوتيوب مثل ما كنت قبل، اقول لك لا. أكيد لا. فانت
نفس الشيء لما تكبر اكثر في عادات وشغلات فيك راح تغير تلقائيا. فانا بنصحك نصيحه من اخ، انت عطي وقت لهذا الشيء، يعني عطي زمن. انت اكيد مش صح. فهمت إيه، عليك. عمرك 18 سنه، يعني انت 18 سنه، وثق تماما فيني، ثق تماما، وتذكر هذا الشيء انه انت بعد 5 سنين غير رح انت هلا. كسر الارض. انت مخك بطيزك، مو مخك براسك. يعني بعد 5 سنين رح جد تصير شخصية واو. اسمعني، انت بعد 5 سنين ما مثل انت. انا لما كنت مثلك وانشهرت، بلشت بدايه شهرتي بلشت تزيد. يعني قلت انا راح وانا يعني من اول حدا عمل يوتيوب بسوريا كلها بال صح. 2012. ايه انا كنت كنت متابع. وكنت الرابع على مستوى الوطن العربي كله، وكان عندي فرصه لانشهر كثير، ورفقاتي كلياتهم مشاهير، وكان فيك تجيب ال10 مليون على فكرة. ورفقاتي مشاهير، وما عندي شيء ناقصني، لا مصاري ولا اي شيء. بس انا في مرحله من حياتي ايقنت انه انا لازم يكون في عندي شيء واقعي على ارض الواقع. انا لازم انه يكون في عندي شيء استفيد منه واقعي، انا اكون رجل مسؤول عن حياتي الشخصيه ومسؤول عن اي شيء بيطلع مني. فانا صرت اكره اني اكون مشهور، مع انه انا ما كنت ناوي انه اصير مشهور. صار معي ظرف انشهرت، فهمني كيف؟ بس ثق تماما انه هلا انا بتمنى انه ما اكون مشهور. ليش؟ انا ارجع معكم مشهور، مع انه انا بالعكس، يعني الشهرة بقول لك فادتني صح. بس في مراحل بالحياة انت راح تقول يا ريت يا ريت يا ريت انا ما شاركت حياتي الشخصية. صراحة ايه بيطرق لك الصراحة انا نفس الشيء. اسمعني، خليني بكمل لك بتصير بس. معي حالات انه انا بتمنى يا ريتني مش مشهور، مثل اليوم انه تمنيت. ما لازم اشارك حياتي الشخصية. انا في عندي اشياء اهم يعني انت هذا اللي عايشينه نحن كلياتنا كناس مشاهير، كناس عندها متابعين، هذا اسمه عالم افتراضي، عالم فاضي. فيك عالم فيك، ايه طبعا نحن حياتنا الخاصة مش هيك. فانت اذا عن جد ناوي تتغير او تقلب لبنت او تقلب بدك يعطي فرصه. لسه قدامك عمر، طبعا. اعطي 5 سنين لك رح كمان. استنى كثير والله العظيم، مش رح اعمل عملية استقر رح اعمل عملية، اكيد لا طبعا قاضي. اعطي قبل فرصه. لا. صح. عرف انت كل فيديو انت ما تفرح انت هلا، كأي فرحة طفل لما يمسك لعبة جديدة، لما يعطوه شيء جديد أهله، كأي فرحة حدا جاب بالفيديو تبعه 100,000 لايك وجن مخه ما عاد يطق، حسب حاله مشهور خلص. في ناس عندها 30,000 و50,000 عم طق مخها ما عم تحمله. في ناس أنا دخلتها بإيدي للشهرة، أقسم ما عاد يتحمل مخهم. ما كل شيء شهرة. هاي كلها فترة وراح تزول على الكل. يعني ما في برنامج او ما في شيء طلع وضل، ان كان يوتيوب ولا ان كان غيره. ومثل ما اجوا ناس انشهرت، مين بدك مارادونا ايش قد كان مشهور، هلا مات راح ينسوه العالم، راح ينسوه. يعني كل الناس هي اللي بتقضي حياتها بالشهرة وبالعالم هذا، ومشاركة حياتهم الشخصية كلها مع العالم كلها هي. فأنت لما بدك تعيش عن جد الحياة الشخصية مع عائلتك أو مع أهلك ما راح تحس فيها. وانت بزمن هلا ممكن انت عندك مشاكل مع عائلتك، مع قرايبينك، مع كذا، مع العيله كلها هي. استغل الوقت هذا وصالحهم، استغل كل شيء حدا متضايق منك او مزعلك صالحه، لانه مو انت اللي ممكن تروح، ممكن هو يروح. ممكن فعلا تلاقي فقدة لهالإنسان، لهالشخص، إن كان أب، إن كان أخ، إن كان ابن عم، إن كان قرايب. يعني هلا نحن عم نحكي بشكل عام من بداية، بس عم نمزح ونضحك وكل شيء. بس هذا الزمن راح يعدي على كل إنسان أوقات صعبة، وأوقات راح إنه تنهار فيها أنت. فأنت يعني كنصيحة مني، كون راضي ومراضي عيلتك واللي حواليك كلهم. لانه ممكن باي لحظه تفقد اهلك، تفقد ابوك، تفقد امك. ممكن امك تكون متقبلتك، ابوك متقبلك، وهلا انت عايش معهم، بس من قلبهم من متقبلينك. طبعا ممكن. مش هيتقبلوا من جوا بيطار. بس اه بدي اقول لك شيء بيطار، طبعا طبعا يعني باي لحظه بفكر انه بواحد منهم ممكن ارجع شاب طبيعي وممكن يصير كل شيء، ايه. ومفكر انه هذا الشيء حلو. فانت انت شو بدك تكون يعني سعيد، وابوك شو بده يكون فرحان اذا شاف ابنه عمل شيء ايجابي تجاهه. يعني فهمت هلا عليك بيطار، بس صعب والله العظيم صعب. انت تفهمني تعال شوي تعال كمان، انا بقدرش ادعس على حالي كمان على شخصيتي تعال حلو. وادعس لا، على نفسيتي. راح اشرح لك ما راح اقول لك حدا، راح اقول لك انا لصار عمري 16 سنة صرت أحكي.
انا اولاد حارتي واهلي بيعرفوني انه انا كنت ما احكي، وهي القصه بيعرفوها عني بالسويد بس. يعني السويد عملت برنامج للاطفال هون، حطوا صوري على اناني الحليب وطرشوا الدنيا فيها هي، بسبب الشيء اللي كنت فيه انا كان في عندي شغله انه انا ما كنت اقدر احكي. انا كنت تأتئ كثير كثير كثير، يعني كثير تأتئ، وانا كنت مقتنع انه انا مستقبل ما عندي، وما عندي حياه، ومدمر حالي، ورفقات ما عندي، وما عندي حدا، وبعيد عن العالم كله. يعني انا اذا كنت بدي احكي معك انت رفيقي، اطلع هيك احكي معك، ما اطلع معي كلمه. فتخيل انه انا عشت طفولتي كلها بدون رفقات، بدون عالم، بعيد عن كل شيء. وأنا نفس بالمدرسه الشيء. لما اروح يعني اشتهي اشارك مع الاطفال، واشتهي اشارك معهم، واشتهي انه انا اكون انه فعلا انه انا حفظان بالدرس، بس ما فيني احكي. يعني وأنا اطلع نفس الشيء. إيه، عديت بمرحله، بس انا ولا بيوم من الايام كنت متوقع انه انا راح اتغير. بس كل شيء بده شو وقت. يعني انت ما فيك بيوم وليله انه تقول انا هيك، لا. كل فاهمان عليك بيطار، بس هذه شغلة أنا إنسان يعني حاليا. آه، حبيبي ساير، انت كل عمرك لسه 18. بيطار رضا وسام. انا ما عم شوف الكومنتات والله. يعني وسام عم بيسألك. بيطار برؤسة القطاع، اسأله لسهل شو رأيه فيني. تحبه؟ وسام حدا ذكي، عشان هيك بحبه. انت كله بتحبه. ليك مش قصة شيء، بس وحياة الله أنا ليك الشيء اللي عمله وسام بحسش حدا عمله، وخاصة باليوتيوب كثير إنسان ذكي. بس انت موضوعك جد، اعطي حالك وقت، يعني اعطي بعطي حالك. حالي وقت، بس أنا لسه إنسان عمري 18 سنة مكتمل عقلي، أوكي مكتمل، بعرف من بدي لا يحب ومن بدي أكره، لا بعرف لا، شو أنا من جوا. يعني بيطار ابوي. الميول بيتغيرش، يعني أنت بعمر انا 18 سنة كنت بتحب انا الشباب، بس وبعد لك سنتين كلمه، بتصير تحب البنات. بس قال لك كلمه. انا ابوي كنت اقول له هالكلمه هي، انه بدي اطلع مع رفقاتي كذا، قال لي لا. قال له بابا انا كبير، صار عمري 17 سنه. قال لي لو يصير عمرك 50 سنه بنظري انت صغير، وبنظر اهلك انت نفس الشيء. فما تفكر، لا انت، انا بقول لك انت بال20 مو مثل انت هلا بال18. يمكن راح على 20، يمكن على 20 تغير، صير حلوة أكثر، صير حب السوشيال ميديا أكثر. انت بدك هذا شلون ما كان بدك هذا. يعني بالمختصر صراحه، يعني انا عم خلاص. بحكي معك موضوع جد، يعني انا لا كنا. حبي عن جد، لا أنا فاهمينك، لا والله العظيم بالعكس، أنا استفدت منك، دايما بستفيد منك، دايما بتعطيني نصائح حلوة. بس انت حر، المشكلة يلا. انت حر، يعني انا ما فيني. انا شوف، نحن بطبعنا يعني كبشر، انا ما فيني اجبرك، بس انا فيني انصحك. صح. بالاخير انت ما انا اللي راح اجي احاسبك، في عندك رب بالاخير راح يحاسبك. انا ما فيني اقول لك اعمل هيك اعمل، لا. انا بنصحك بس ما فيني اجبرك. وكلياتنا هيك، وانت بالاخير عندك رب وراح يحاسبك بهذا الشيء. بس انا عم بحكي كنصيحه وكتجربه صارت معي بس. يعني كلياتنا نحط موافق، اعطي وقت، اعطي حالك فرصه. وانت هلا ما دام شايف حالك عم تطلع الترند، عم تطلع مشاهدات، وعم تجيب كذا، فانت قول انه انا ليش ما اشتغل شيء واقعي، شيء استفيد منه. اوكي انت ما ممكن. أنا بدي أحكي لك إياه، أنا في شيء مخطط له إسا. يعني صح لي أنا عم تتمسخر علي، بس إسا بس يعرفوا بالبراند اللي عم بيشتغلوا على حالي من ناحية عدسات ورموش. طب هذا شيء ناجح ولا مش شيء ناجح؟ شلون يعني؟ يعني أنا إسا عم بشتغل، وحكت معي كذا شركة عشان أشتغل، لأنه عندي عيون حلوين وعندي شيء حلو بوجهي. قرروا بدهم يعني بكون الشركة نفسها، يعني إنه بدهم تطالع رموش وعدسات باسمي. ما بعرف انا وين بحكي كل معكم. شيء لازم أحكيه على اللايف، كل شيء لازم أذكره أنا، بس كون متأكد منه 100%. أنا من أحلامي طالع شيء باسمي أو منتج باسمي، وراح يصير. شيء. يمكن يصير اسمي اسم عالمي. انت ليش ما انا اقلب المحتوى تبعي هذا اللي هلا عم ساويه لمحتوى استفيد منه كشغلي؟ ممكن تحكي عن ميك اب اذا بتحس حالك اخي ميك اب، او ما بعرف شو بقولوا لها هي، ميك اب ارتست. ليش ما بتحط مثلا تروب على معهد بتسجل بتعلم كذا؟ بيطار لك أنت عم تحكي بقمة الجدية، وسام قاعد عم ينكد بالتعليقات. آه ما بنصح وسام، لانه انت مخك وين. انت انا بقول لك يعني ممكن وسام كان حاط لك طعم، عم جربك، فانت بتحب وين في حدا أنا مشوك مركز معك، لا لا أنا مركز معك لا. والله العظيم مركز معك. حلو، طيب حلو، ليش ما عم تركز مع الناس كلها؟
طب يعني طب طريقته كثير مستفزة، وسامع بيكتب شيء بيضحك، عشان هيك عم بضحك. طريقته مستفزة. ايه، في واحد عم بيتمنى لي الموت، عم بيقول ان شاء الله تموت. طب برد عليه يعني، برد عليهم. ما بعرف، انت حر بحياتك. طب ايه، اسمع، كنت بدي اسالك عن موضوع. بيطار، انت مفكرني يعني انسان مش ذكي وبشتغلش على حالي وبفكرش من لقدام شو ممكن يصير؟ فاني مستعد، اني عارف انه ممكن بيوم من الايام يوتيوب يوقع وتفلس الشركه. فاكيد اني مش مبدئي انه كمل باليوتيوب. يا حبيبي انت ما مبدأ اصلا، شلون بدي اقول لك يعني ما عندك مبدأ بحياتك والله. طيب شوي انت بالنسبه لك، انت مش عارف اني بشو بفكر. شوي ما بعرف يعني ايش بدي اقول لك. بعرف. يعني انت لو انت عندك هدف بدك توصل له، هدفك انك تشتهر شلون ما كان، لا، المهم. مش شلون ما كان. انا لو بدي انشهر شلون ما كان، كنت طلعت عرضت التوت. كان في عرض على فكره، كان في عرضه وكثير مميزه وحلوه. وفي يعني هي اول مره بطلع بحكي انا مميزه وحلوه، بس في عرضه كنت. اللي عندك اياه، ايش؟ وين التوت اللي عندك اياه انت؟ كثير اشياء. ايش في عندك غير طيزة طيب. وجهك؟ طيب، اوكي، بس انا لو عن جد، لو انا عن جد بدي اشارك، كنت طلعت كمان شهرتها معي. لا مثلا كثير منظر حلو تعرضهم مثلا كان في اطلع اقعد على البيضه مثل بعض الناس وانش. على البيضاء. ما بعرف لا. يعني السنه شوي ما بختلف مش. ذيب المكياج. عن جد مش عم بمزح، بيطار يعني. انا كان في امل هذا الشيء وصير مليون على اليوتيوب، بس انا بديش. واصلا يوتيوب، وحياة الله لك بيطار، وحياة الله، يعني يوتيوب دائما بحياتي كلها فيش ولا فيديو ماكل عليه علامه صفراء. فوت شوف فيديوهاتي، ولا فيديو منهم ماكل عليه علامه صفراء غير فيديوهات المغنيين. فيش ولا فيديو، وبتحداهم اي حدا بيقول اني الوحيد اعتبر بكلش علامه صفراء على فيديوهاتي. انت همك تغله بفيديوهات لايكات. لا، انا همي انه يوتيوب عم بشوف انه المحتوى تبعي مش غلط، بس هو عم يحسبني كمحتوى اجنبي طبعا. لك اليوتيوب لك اكيد دخل يوتيوب، انت تركت المجتمع اكل هم اليوتيوب انه هن مبسوطين عليك وانت فرحان يعني. يقبرني قلبهم، بس احكي مع يوتيوب سيبورت بحس حالي واو، هن عم بيحكوا معي. واو. وحيط الله، انت شوف كميه الاحترام اللي بيحكوا معي فيها. بيقول لي هذا زهر كيف. هذا المجيب الآلي. وهيك تقول لي انه يجيب الي وانفضح قدام العائله. لا لا والله العظيم، هذه ناس شخصيات قاعدين ورا اللابتوب وبيردوا علينا، انت قاعد تتمسخر ما علي. عنده شيء هن. شو؟ ما عنده شيء. لا حبيبي، شو؟ لا انه هيك، مش والله انه هيك. لا بقولوا له هاي ساهر علي هاي. اخوي. هاي مان هاي. ما بعرف، انا حكيت اللي عندي الصراحة، وانا بتمنى لك طب انه. بضل بدي اسالك سؤال عن جد، اذا حكينا عن كثير سلبيات فيه، عن جد اذا بدون لف ودوران، احكي عن ايجابيات موجوده بشخصيتي وبلا لف ودوران. اكيد فيه ايجابيات. ايجابيات. ايجابيات ايه، ما تخليش فيش، اكيد فيه. صراحة. اكيد فيه، ما تخليش لا. صراحة ايه. في طيب شو؟ مثل شو؟ رموشك حلوين. ثانك يو مقدمين يا بيبي. ليك استنى، بما انك حكيت عن الرموش، بيطار ايش بعشق شيء اسمه رموش، بعشق. طيب طلع انت ايش ده الله. هو هاي انا رموش يا اخو بريق شاي بعشق خو. طب قول ايجابيات. طب حلو بحياتي اسمع من حدا ايجابيات. لا ايش شو ايجابي، ايش شو يا اخي، انا يعني اكذب بدك اكذب عليه ايش طب ده الله. انت بتعرفني من جوا، بتعرفني قال كسائر من جوا. رموشك حلوين. شو في غير الرموش؟ يا بوكل الله يا الحلال، انا ما بسمعني جد انت. انت بيطار، انت مش جاي على اللايف لحتى تحكي بس سلبيات، تكون متحول. لحظة شوي، هذا جاي يستفزني ولا ايش بيطار؟ ما بعرف انا انا. مش متحول. انا شاب، بس نسائي. شاب نسائي. طيب انت انه انت هيك صوتك صوت شاب وجسمك جسم بنت بعدين مثلا. لا فينا لا. حبيبي انا بعمل صوتي صوت شاب. في اعمل صوتي صوت بنت واتدلع مثل باقي البنات، وفي اعمل صوتي صوت شاب. لا، في يظبط صوتي بس يكون صوت بنت يعني، بس انا بديش. زبطها شو. لا بصراحة ظبطه. في يعني شو، في امل كذا نبرة. اي نبرة بدك احكي معك؟ البنت اللي مش منيحة، البنت المحترمة، البنت الشريفة، في فرق.
وآخر شيء بقول لك يعني مقهورين من الملكة. مصدومة بجد ومش بنطق ولا عارفة أرد. طب هي بيتر عن جد احكي إيجابياتي اسمع، قبل ما. شو؟ ايش؟ عطاس بقول لك يا هون. عن جد شو إيجابياتي؟ بحب أعرف. الحلاوه شو جبل ماجد بدل ما تقولي شخصيتك حلوة، إنسان جريء لك انا آه يا زلمه انسان مشفطر انت. أنا إنسان مشفتر. ايش جريء؟ قال انسان جريء. طبعا جريء، والقدوة قدوة لكثير ناس. باكل يا هيك. هاي ما قالك كيف بتعرف؟ على فكرة عشقي هالأكل. اه عشقي عشقي. افتح الخاص. منيح على فكرة، بيزيد نسبة الهرمونات الذكرية بالجسم، فكول كول. هو أنت مش بحاجة بس كول. أنا لازم آكل منهم. جيب لي الخس بعث لي. تاكل انت؟ خس، عشق الخس. ها. باكل خس، بس قليل. إذا باكل خس كثير يمكن أرجع زلمة، فعشان هيك بخاف. فعشان هيك باكلش كثير. باكل كورن فليكس. كورن فليكس فيه كثير نسبة هرمونات أنثى، فأنا باكل كثير كورن فليكس. لا. شو؟ انت عم تلحق هذيك القصه. قلت والله لا، إنه ما بعرف إيش يعني. عرفانات وين الهرمون؟ عرفان وين الهرمونات مالتها؟ عم تدور عليهم دواره. طبعا وين في هرمونات ذكرية بقربش. وليه معناتها انت اللي بدك انه. بخاف. بخاف. كل هالأنوثة وكل هالجمال عشان أرجع زلمة؟ حبيبي مستحيل. رجعت زلمة. طيب هيك ما تحولت ضليت هيك وصار عمرك 50 سنه شو شكلك؟ بعمل عمليات تجميل. شو شكلك؟ بس بحس عبال ما يصير عمري 40 سنة رح يخترعوا شيء إبري إنه تخلينا ما نكبرش بالعمر ونظل هيك. وأنا بحس إنه قريبة جدا 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 إنه الإنسان يغذوه إبري، يعني هو يظل هيك وما يكبرش. هلا من في. ناحيه يغزوك هنن. يا ريت بيغذوني هالإبري وتظلني هيك حلو كل الحياة. بس الابره الصراحه سهله سعر إذا بطار بيتقدم لك بتوافق؟ صراحة بطار زلمة مرتب معه مصاري، ابن عالم وناس صراحه انا وقصص. اضل بأتلق. بس ما في مشكلة إنه انا مش ماي تايب. بطلع ماي تايب طلع مش حسب. ماي مش ماي تايب. ايش اليور تايب؟ لازم يكون عضل كثير. لازم على القليل إذا بدي أحكي معه كلمة يسفقني بالكف هيك على وجهي، يزتني آه. بالأرض. عندي ما هم ماي تايب انت. من ناحيه الكف ما تقول هم. كف شحاطه كمر لا قدام. مش لهالدرجة. كف خلينا. انا التايب تبعك كله. ما تقول. لا أنا لازم يكون زلمة، لازم هيك يكون عنده العضل تبع إيده بس يعبطني هيك أختنق. على العضل انت بدون ما تشوف العضل راح لانه سرعه الكف مع سرعه التايب راح يعني ما راح تلحق تشوف شيء. ما تاكل هم. مشهور انا يعني عندي ما شاء الله يعني بضربك كف ما بتهني. شكرا، ما عادش بدي انظر بكفوف، ميرسي. بس مو قريت إنه الكف منيح للخدود، بكبر أحلى من الفيلر. شو بتحب كمان؟ لازم يكون أطول مني. ايه بطرقني طويل زيادة عن اللزوم. لك طولك شبر انت. طولي متر وثمانين بطار. انت متر 80. والله العظيم. وقف. بس البس كعب بصير طولي متر وخمسة وثمانين. وقف لشو؟ لكن مش رح أوقف باي بالله، بس صرت كثير قصير. بيفكروني عم بعمل إغراءات. لا توقف معناتها. شفت؟ أصلا بيغاروا علي الفانز. بغاروا عليك. أمم. بطار عندي سؤال. امم شو أكثر لا لا خلاص. طب أنت مفكر ترتبط؟ صار عمرك 29. عم بستناك. لا عن جد، أنت بترتبط؟ جاوبني. شلون بتنظف النار؟ شلون بس سويت هيك؟ لا ظبطت الحلق. امم
عم بركز بكم لوك، لازم اعمل كم لوك قبل السفرة، وهيك جهزت كم لوك البسهم بالتقسيم وانا بعمل عروضات ازياء. متحمسة. بتكيف بالتقسيم انت؟ بعرف كلياتهم رح يلطشوني مثل كل مرة مثل كل سنة. رفقاتك كله يعني لا مش قصة، لا النزلة هذه تبع التقسيم بنزلش عليها يعني حبيبي، النزلة هذه بنزلش عليها. حافظون وينهم؟ لا بس انحكوا لي. والله اصحابي على فكره، اصحابي يعني اللي حكوا لي، بس انا كساهر لا، انا بمشي قدام الشباب اللي هم بحبوا البنات وبتحديهم ما يذوبوش. بتحديهم. شو؟ بتحديهم. ما عم بقول لك انت عم تعمل كل هالشيء مشان الاغراء، يعني انت نازل تطبق شباب. مش بس نازل طبق شباب، بس انا مثلا انت بحب بس على يقولوا عني حلوه، بحب يقولوا عني حلو، بحب يقولوا عني اني حلو. انت ما عندك هرمونات بنات، عندك هرمونات استغفر الله العظيم يا ربي. في هرمون هذا بيجي سبيشل، يعني هيك خليها تنقف عليك، فهمت شلون؟ نو. بعدين بقول لك ايش اسمه الهرمون. هون بنت صار عندي هرمون اوكي البنت انا بقعد ما بروح بطبق شباب بنط من واحد لواحد، انزل بشاطشون بس البسهم. بيبي انا بطبق شباب، انا بحب يقولوا عني حلو وبحب الشباب ينحرجوا قدامي، بس انا مش انحرج قدامهم. ما بعرف الله. يعني انا بحب امشي على الطريق يقولوا عني حلو، وبصير اضحك جواتي يعني واعمل بشعري هيك، بس انه شيء ثاني بعملش. وكيف بس اعمل عمليه الشطف الشطف كيف بس اعمل عمليه الشفط. شفت شو؟ بدي اني حلم حياتي هيك حطيتها براسي حتى لو ما تحولتش، بدي اعمل يكون جسمي جسم نجاصه. شلون يعني؟ نجاصه يعني الخصر هيك وهيك، بس مش كبير، شوي. ايش تستفيد؟ هيك ثقتي بنفسي بتزيد اكثر، بصير البس فساتين، كل الفساتين اللي بحلم فيها.